السلام عليكم، أهلًا يا بنات عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين في أحسن حال، وحشتوني أوي، أوي، أوي. النهارده جاية لكم فيديو جديد بعد غياب طويل أوي عن القناة هنا، بقى لي كتير أوي ما نزلتش فيديوهات فوحشتوني، قُلت أطمن عليكم وأطمنكم كده عليَّ، وأشوفكم كده عاملين إيه. النهارده هاشارككم كده روتين مسائي بسيط كده ومشجع، فإن شاء الله يعجبك ويكون كده خفيف على قلبِك. بس أهم حاجة لو أنتِ أول مرة تشوفيني انزلي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجة أنا بانزّلها، واعملي لايك جامد للفيديو ده لو عجبِك، وسيبي لي كومنت حلو زيِّك. تعالوا بقى يا بنات نبدأ كده الروتين الحلو الخفيف ده على طول. بدأت الفيديو معاكم بشوية غسيل حلوين كده عايزين يتحطوا في الغسالة، قُلت أشغّل كده عليهم الغسالة بحيث إن أنا قبل ما أنام أنشرهم تاني يوم بقى أشيلهم كده على طول. ما كانش عندي غسيل كتير هم بس شوية غوامق، فقُلت أحطهم كده دورة واحدة، ودخلت كده على المطبخ قُلت ألِم المواعين ديّة اللي في الغسالة أحطها في مكانها، وكمان عندي مواعين هنا غاسلاها وسايباها تتصفى وقُلت بقى إيه ألمّهم وأحطهم لإن عندي مواعين تانية عايزة تتغسل. فحطيتهم على المنشفة دي بتاعة IKEA، أنا بصراحة باحبها لإنها خفيفة وسهلة، ولمّا بتتبل بنات بانشرها على طول وباغسلها في الغسالة، فحلو أوي. قُلت بدل ما أجيب مطبقية وكده، كده أنا فين وفين لمّا باغسل على إيدي، فمش محتاجة يعني مطبقية، أي حاجة بتفي بالغرض. يعني حتى لو عندِك صينية وما عندكيش مطبقية تصفّي عليها أو مش عايزاها تاخد مكان معاكِ، هي الفوطة دي دلوقتي مش لازم كمان تجيبي من بتاعة IKEA والكلام ده لأ، أي محل أدوات منزلية بيبقى عنده الفوط دي اللي بتنشفي عليها المواعين. بس أهم حاجة يا بنات لمّا تيجي تنشفوا عليها المواعين ما تسيبوش يعني إيه، المواعين كتير مقلوبة، بالذات لمّا بتكون كوبايات. يعني أنا هنا بس كان عندي بلاستيكات حاجات كده مش كتيرة، لكن الكوبايات بالذات عشان خاطر لمّا بتتكتم في أي حاجة مش بس الفوطة، حتى لو هتنشفيها على صينية شوية وقدّليها، لإنها بتبخّر وبتعمل ساعات ريحة كمكمة. فالأفضل حاجة بعد ما تغسلي المواعين سيبيها كده تتصفى شوية، ويا إما بقى تحطيها في المطبقية، يا إما تحطيها في الدراب بتاعتِك، براحتك خالص. المهم بقى قُلت أنضّف الرخامة وأدّيها تلميعة كده كويسة. في اليوم ده أنا ما كنتش عاملة أكل يعني، قُلت أعمل حاجات خفيفة، كنت محمّرة بطاطس وبتاع فالدنيا كده اتبهدلت بس مش أوي، يعني شوية زيت بس طرطشوا كده على البوتاجاز، ومكان بس الأطباق والكوبايات رُحت لميتها في الحوض على طول. فقُلت ألمّع بقى الرخامة حاطة مَيّة والمنظف حاطة شوية فري على شوية بريكس، وبانضف بيهم الرخامة على طول. فحتى ما استخدمتش فرشة ولا أي حاجة، فلمعت الرخامة والبوتاجاز ودول شوية المواعين بتاعة اليوم، ما حطيتهمش بقى في الغسالة لإن مبقتش عندي إقراص بتاعة الغسالة الأطباق. فقُلت أنا لسه بقى عقبال ما أطلب مسحوق وييجي لي، فخلاص أنا إيه هاغسلهم كده دلوقتي، وبكرة أبقى أطلب وأبقى أحط المواعين يعني، مش مستاهلة إن أنا أبيتهم في الحوض أو إن أنا أفضل راكناهم. هُم شوية أطباق كده وكوبايات بسيطة، فقُلت أغسلهم كده معاكم وأتسلى كده وأقعد أرغي معاكم وأشجعكم برضه. أنا عارفة إن المواعين بتبقى تقيلة كده على ناس، ووقفة المطبخ خصوصًا بقى لمّا يكون وراكِ حاجة وفي أطفال، في حاجات عايزة تتعمل تاني، فالمواعين بتاخد وقت. فأنتِ بقى لو من الناس اللي بتحب المواعين يبقى حلال عليكِ بقى الموضوع كده، أنتِ أكيد هتبقي بتتسلي وأنتِ بتغسلي مواعين. الموضوع بقى الناس اللي ما بتحبش المواعين، حاولي تشغّلي كده حاجة تتفرّجي عليها، تسمعيها، حاجة جديدة كده أو موضوع جديد broadcast تسمعي أي حاجة، فالمهم تتسلي كده وأنتِ شغّالة. تقعدي كده ادعي لو حافظة آيات اقعدي ردديها، قولي أذكار، المهم تسلي نفسِك وأنتِ بتعملي حاجات زي كده. هو والغسيل، اللي الصراحة الاتنين دول ما ينفعش يتعملوا كده من غير ما تكوني بتعملي أي حاجة. طبّقي غسيل تكوني مشغّلة حاجة أو بتكلمي حد أو بتعملي حاجة، والمواعين هكذا. فالمهم قُلت أرغي كده معاكم عشان أنتم وحشتوني جدًا. طبعًا برضه الناس اللي معايا في القناة الجديدة وبيشوفوا الفيديو هنا برضه، فبرضه وحشتوني عشان أنا بقى لي كذا يوم ما نزلتش فيديو، كنت تعبانة وعندي دور برد ونازلة كده وحاجات يعني صعبة أوي، البيت كله كان متفيروس، بس الحمد لله كده الدنيا بقت أحسن وأنا بقيت أحسن شوية. فقُلت أطمنكم برضه عليَّ كده لحد ما إن شاء الله ما أنزّل لكم الفيديوهات الجديدة. طبعًا القناة هنا الناس بقى اللي ما تعرفش إن أنا عندي قناة جديدة اللي أنا لسه عاملاها من فترة قريبة، تروح تشترك فيها، هاحط لكم لينك القناة في صندوق الوصف وفي الكومنت المثبت، لإن أنا بقى بانزّل فيها في استمرار، وكمان بانزّل بقى الحاجات الجديدة اللي أنتم متعودين عليها مني كل سنة، التجديدات بتاعة السنة الجديدة والشتا
والحاجات الحلوة والمشتريات. فبصراحة في فيديوهات حلوة جدا فايتاكم، اللي ما شافهاش روحوا شوفوها هتعجبكم جدا. انا بس مش حابه اقطع هنا بالقناه لانها طبعا انتوا عارفين هي غاليه عليا قد ايه، وعشره عمر وعشره سنين. فاحاول كده كل فتره وان شاء الله وما اغيبش برضو هنا كتير ان انا انزله كده مقاطع وفيديوهات كده حلوه وبسيطه، ان هي تعجبكم باذن الله، وكمان عشان القناه تفضل موجوده بحسكم كده وتفضل شغاله. فبس قلت اعمل الروتين الحلو ده واتشجع بعد فترة التعب والكسل والواحد فيه ده. فقلت اتشجع كده معاكم واشجعكم انتوا كمان. بس حبيت كده الم كل المواعين زي ما انتوا شايفين كده، ما كانتش كتيره، شويه كوبايات كده وشويه اطباق، وكمان اللانش بوكس بتاع ديما بتاع المدرسه. قلت اغسله كمان واسيبه يتصفى، وشويه كده بقى لما يتصفوا زي ما قلت لكم هحطهم في المطبخيه. المهم ان انا قلت اخلص كده لان ديما بتزن عليا، عم تقولي يا مامي عايزه اكل بانكيك، يا مامي عايزه اكل بانكيك. فانا قلت لها لا بص انا مش هعمل حاجه في المطبخ وهو متكركب كده والرخامه مش نظيفه والمكان الغدا وبتاع، فلا نلم كده الحاجه الاول دي مستنيني اخلص كده الحاجه اللي ورايا، وبعد كده ايه اجيبك كده تعملي بانكيك. وهي بقى مصممه ان هي تشاركني بقى وتعمله معايا، اللي هو لا مش هسيبك. ما بتصدق بقى تلاقي اي حاجه كده تخش تقول لي عشان تقول لي ماما بصي انا كبرت انا بساعدك. فالمهم قالت لي ماما خلاص انا هستناكي اتفرج على التلفزيون لحد ما تخلصي وانا هعمل بانكيك، اوعي كل شويه تقولي اوعي اوعي تعمليه من غيري استنيني. اقول لها حاضر. كل شويه تيجي تقول لي يا ماما خلصت ولا لسه، اقول لها لسه فاضل شويه فهي عايزه اقول لكم ان انا بغسل مواعين كل شويه راحت جالي ماما يلا عايزه اكل بانكيك، يا ماما يلا عايزه اكل بانكيك. قلت لها حاضر يا ديما اول ما اخلص هندهلك تيجي تعملي البانكيك طالما انت عايزه تعملي. فالمهم هشطب كده المطبخ معاكم واندهها بقى اشوف ايه المعركه اللي هي عملتها لي عشان تعمل بس شويه بانكيك. بصوا يا جماعه النهارده ديما هتعمل لنا ايه بانكيك. فاحنا ايه هتعملي البيضه، يلا جوه بقى تعمليها كده. برافو برافو برافو، شاطره شاطره شاطره. دي ما طقشت البيضه. خلاص هاتي هاتي، برافو. هاتي بقى البيض ده. بعد كده هنحط ايه كيس الفانيليا، يلا فضيه. برافو شاطره، يلا دوسي. انا عارفه دول. يلا دوسي كده. حط نحط اللبن. ايه، حط اللبن. انا عارفة. كده هنحط الزيت، يلا فضيها. برافو يا دمدومه شطوره، واو شاطره. يلا يا ديما برافو يلا. نحط بقى ايه الدقيق، صح؟ ايه نحط كله. برافو يا دمدوم. شطورة. لسه تاني، لا ده جامد جدا بقى لسه كتير ده. فاضل هنحط البيكنج باودر. حلو جدا. ما حلو، الف هنا. خليه تاني اللي بعده. يلا نحط ايه معلقة بيكنج باودر. دوقي كده وقولي. نمسح بس الطاسة بشوية زيت وبعدين نحط زيت. بعد كده نفضي دي لما الطاسة تسخن. أهم حاجة الطاسة تسخن كويس جدا، وأول ما نحط البانكيك نوطي على الطاسة ماشي عشان يستوي وما استنى تتحرقش. 10 دقايق. 10 دقايق بحالهم. ممكن نخليها دقيقة واحدة. ماشي ماشي خلاص هنخليها يا جماعة دقيقة واحدة تمام. خليكوا شاهدين هنا معليين على الطاسة لحد ما تسخن شوية. ايه لسه مستويتش شوية مش مشكلة. اهي يلا شيلي بقى دخليها كده للآخر. يلا شيلي، يلا حطيها في الطبق. تاتي الطبق بتاعك. برافو برافو. لازم اوسعها شويه. حط اول طبقة، حط عسل. ماشي
أنا عارفة. أنا عارفة يا ماما. وريني. اتفضلي. تحت، انزلي تحت شوية. أهو. يلا اهو، يلا. قدها. عارفة. عشان نحط الفراولة. لازم نعمل بانكيك، صح يا صحابي؟ وبصي عملنا البانكيك، وايه رايك واحنا عملنا البانكيك؟ عارفه انا عملت ايه؟ عملت بانكيك وحدي. شطورة. باي باي. باي باي صحابي.